بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الغاليين شباب تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد، وإن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الجرامر أو باقي الجرامر الخاص بيونت 1. والنهاردة هناخد lesson أو درس بسيط جدا جدا، وهو ال present simple. ال present simple اللي هو المضارع البسيط زي ما أنتم عارفين. طيب يا شباب، خليني أقول لكم إن إحنا لما نيجي نشرح أي زمن في الجرامر محتاجين نعرف أول حاجة الأفيرماتيف اللي هو الإثبات، إزاي نكون منه جملة. تاني حاجة النيجاتيف اللي هو النفي، إزاي ننفي الجملة اللي كوناها مثلا. تالت حاجة إزاي تكون سؤال. طيب خلينا كده نبدأ واحدة واحدة ونشوف تكوين ال present simple إيه. سهل جدا وبسيط زي ما قلت لك، كل اللي محتاجه منك بس تركز معايا، ومش هنطول إن شاء الله والفيديو هيكون قصير. طيب أول حاجة تكوينه اللي هو السبجكت، زي ما احنا عارفين طبعا السبجكت اللي هو إيه؟ السبجكت اللي هو الفاعل. يعني إيه الفاعل؟ يعني الشخص اللي بيعمل الحاجة. ممكن يكون اسم شخص عادي، أو ممكن يكون I اللي هي أنا، you اللي هي أنت أو أنتم، he اللي هو معناها هو، she هي it هو أو هي الغير العاقل، we نحن، أو they اللي هي معناها هم. طيب يبقى كده قلنا السبجكت ممكن يكون اسم شخص أو ضمير من الضمائر دي. طيب تمام، جميل جدا. بعد كده بنحط إيه؟ بعد كده التصريف الأول للفعل. التصريف الأول للفعل، بس كده؟ بس كده. طب شفت سهل إزاي؟ مفيش أسهل من كده. طيب حلو، طب اديني مثال كده يا مستر. زي ما أجي أقول لك مثلا I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. I اللي هو أنا، drink اللي هو بشرب أو يشرب، coffee قهوة every morning. I drink coffee every morning يعني أنا بشرب قهوة كل صباح أو كل يوم الصبح. يعني تكوينه سهل وبسيط زي ما قلنا subject والتصريف الأول للفعل. طيب خليني أقول لك على نقطة بسيطة كده المفروض أنتوا عارفينها بس هنراجع عليها تاني. طيب لو أنا بتكلم على he أو she أو it وجيت أقول نفس الجملة تاني، طيب إحنا بنضيف للفعل إيه؟ طبعا الناس بتفتكر معايا لأن ده لسه أول إيه؟ أول درس مع بعض. ها بنضيف s أو es أو ies. اس او اي اس او اي اي اس لو بستخدم هي او شي او ات. طب هل يا مستر كده بضيفهم بمزاجي ولا في قاعده بتحكمني؟ لا طبعا اكيد في قاعده بتحكمنا، مش بنضيف حاجه بمزاجنا. طيب خلينا نشوف. قلنا مع هي او شي او ات بنضيف اس او اي اس او اي اي اس. طيب نبدا باول حاجه، امتى بقدر اضيف اي اس؟ بضيف اي اس لو الفعل بينتهي. طبعا انا هنا بضيف اي اس للفعل. طيب نعرف القاعدة دي، خلينا نشوف القاعدة دي بتقول ايه. امتى نضيف اس وامتى نضيف اي اس وامتى نضيف اي اي اس؟ خلينا نبدأ. اقول لك نضيف اي اس لما يكون الفعل بينتهي اس اس بحرف الاس اس، ساعتها بنضيف اي اس. لو بينتهي باس اتش، لو بينتهي بسي اتش، او بينتهي باو، او بينتهي باكس. يبقى تاني اس اس، سي اتش، اس اتش، او او اكس. لو بينتهي باي حروف من الاحرف دي ساعتها هنحط اي اس. نحط ايه؟ اي اس. طيب كده عرفنا اول قاعده. امتى نضيف اي اس؟ طب امتى اضيف اي اس؟ بضيف اي اس لو الفعل بينتهي واي بس قبل الواي كونسونانت لتر. يعني ايه كونسونانت لتر؟ يعني حرف ساكن. يعني ايه؟ يعني حرف ساكن. طيب زي ايه مثلا؟ زي كلمه cry اللي هي يبكي، cry سي ار واي. طيب هنا اخر حرف واي واللي قبليها ار ده ساكن ولا متحرك؟ فاول ولا كونسونانت؟ طبعا كونسونانت، حرف ساكن. فاذا هنا ايه؟ القاعده بتنطبق عليه. القاعده هنا بنعمل ايه بقى؟ بندروب الواي، يعني بنشيل الواي خالص ونحط اي اي اس. بنعمل ايه؟ بنشيل الواي ونحط اي اس. زي ايه طيب تاني؟ زي try اللي هي يحاول، تي ار واي. برضه بنفس القاعده بتنطبق عليها، اخرها واي وقبل الواي consonant letter اللي هو ايه؟ حرف ساكن. يبقى هنشيل الواي ونحط اي اي اس، تبقى ايه؟ tries. اوكي فيري جود. لحد كده تمام يا شباب؟ لحد كده تمام. فاضل كده ايه؟ الاس. نضيف امتى الاس؟ اي حاله تانية بخلاف اللي انا قلتهم ده بنضيف فيها الاس. زي مثلا play، تبقى ايه؟ he plays. ايه يا مستر ما انت لسه قايل لنا لو بينتهي بواي بنشيل الواي ونحط اي اي اس. طب تعال نشوف الفعل play بي ال اي واي. طيب اخرها واي. طب قبل الواي ايه؟ حرف الاي. ده كونسوننت ولا فاول؟ ساكن ولا متحرك؟ متحرك طبعا. احنا قايلين القاعده واي وقبل الواي حرف ساكن. اوكي نركز. اوكي يبقى قلنا play هتبقى plays من غير اي اس بس. طيب حلو جدا. يبقى كده عرفنا ازاي نكونه. قلنا subject وبعد كده التصريف الاول للفعل، ولو هي او شو ات بنحط للفعل اس او اي اس او اي اي اس، وخدنا القاعده بتاعتها ازاي، وبعد كده بكمل الجمله عادي. طيب حلو. ناخد تاني نقطه اتفقنا عليها وهي النفي. ازاي انفي؟ طيب لما انا جيت قلت لك من شويه الجمله بتاعتي اللي هي I drink coffee
every morning. أنا باشرب قهوة كل يوم الصبح. I drink coffee every morning. طيب أنا حطيت الجملة دي، عايز أنفيها، عايز أقول أنا مش باشرب قهوة كل يوم الصبح. كل اللي عليك هتعمله تحط do not أو don't أو does not أو doesn't اللي هي على فكرة do not اختصارها don't، does not اختصارها doesn't. طيب أستخدم دي إمتى واستخدم دي إمتى؟ توقع معايا كده، أكيد أنتوا عارفين بس افتكروا. طيب بستخدم don't مع I و you و we و they، وهي وشي وإت بستخدم doesn't، ولكن هنا ركز معايا doesn't حطيتها هرجع الفعل لأصله، مش هحط اس ولا اي اس ولا اي اس. تاني استخدمت doesn't في النفي مع هي وشي وإت، ما تجيش تحط لي الفعل في اس أو اي اس أو اي اس، بشيل منه خالص اي حاجه من دي او اي اضافات وبرجع الفعل الاصلي. زي مثلا لما اقول لك he doesn't drink ولا drinks، انا حطيت doesn't بترجع الفعل الاصلي يبقى drink. he doesn't drink coffee in the morning. he doesn't drink coffee in the morning. حلو جدا. طب عايز اقول الجمله دي على نفسي، I don't ولا doesn't، يعني بتكلم عن نفسي تبقى don't طبعا. I don't drink coffee in the morning. great job شباب، ممتاز جدا. طيب لو عايز اقول الجمله مثلا مع we او they، برضه هي قلنا we او they حط بعديها don't. we don't drink coffee in the morning. they don't drink coffee in the morning. طب لو she don't ولا doesn't؟ doesn't، برافو عليكم. she doesn't drink coffee in the morning. برضه هقول لك تاني drink مش drinks. اوكي، لان doesn't بترجع الفعل لاصله. طيب يا شباب، جميل جدا لحد كده. ندخل دلوقتي على ثالث حاجه اتكلمنا عليها وهي السؤال. اقدر اكون سؤال ازاي؟ كل اللي عليك هتعمله هتحط do او does في بدايه الجمله. هتحط ايه؟ do او does في بدايه الجمله. اظن كده انت عارف دلوقتي هتحط امتى do امتى هتحط does. زي ما استخدمنا don't مع I you we و they و doesn't مع he و she و it، ففي السؤال برضه هنستخدم do مع I و you we و they و does مع he و she و it، وبرضه نفس الكلام مع does. هنحط الفعل اللي هيجي في السؤال في المصدر بدون اي اضافات، مفيش اس او اي اس او اي اس. طيب خلينا نشوف كده برضه نفس المثال اللي بنستخدمه عشان ما تتوهش مني. طيب لو عايز اسال عن ايه هما، do they drink coffee in the morning؟ do they drink coffee in the morning؟ هل هم بيشربوا قهوه في الصباح؟ طيب عايز اسال مثلا عنك انت، do you drink coffee in the morning؟ do you drink coffee in the morning؟ كل اللي عملنا حطينا do وبعدين حطينا الجمله عادي do you drink coffee in the morning. حلو جدا جدا. وده سؤال اجابته yes or no. طيب لو عايز اسال عن هي او شي او ات، قلنا هنستخدم do ولا does؟ does، والفعل هيبقى في المصدر في اصله زي ما هو. زي ما اجي اقول does he او she drink ولا drinks؟ drink طبعا. does he او she drink coffee in the morning؟ does he drink coffee in the morning؟ حلو جدا. يبقى كده عرفنا في النفي doesn't ما بيجيش بعديها الفعل ليه اي اضافات، و does في السؤال برضو نفس الكلام ما بيجيش بعديها الفعل اي اضافات. طيب كده اتعلمنا الافيرماتيف الاثبات او تكوين الجمله عادي المثبته، وتعلمنا النفي اللي هو النيجاتيف، وتعلمنا دلوقتي السؤال بيس اور نو كويستشن. طيب لو عايز اسال WH question، ايه هو WH question؟ اللي هو لما اجي اسال when where why what، الاسئله العاديه اللي اجابتها مش yes or no، اجابتها بتبقى مطوله. ازاي بقى بكون السؤال ده؟ احنا كوننا السؤال في yes or no question، حطينا do او does وبعد كده بقيت الجمله. ودو بستخدمها مع ايه؟ مع I و you و they، وdoes زي ما قلنا he و she و it. حلو ممتاز. طيب لو هنا بقى هسال مثلا ليه، هقول why، يعني نفس الجمله اللي خدناها من شويه اللي هي ايه؟ do you drink coffee in the morning؟ هل انت بتشرب قهوه في الصباح مثلا؟ عايز اقول له ليه بتشرب قهوه في الصباح، فاقولها له ازاي؟ هنحط why do you drink coffee in the morning، يعني نفس السؤال اللي كوناه بتاع yes or no، لكن حطينا اداه او question word، اداه السؤال اللي هي تبقى why do you drink coffee in the morning. كل اللي عملناه تاني حطينا question word ايا كان بقى ايه هي الكويستشن وورد، ايا كان why when where ايا كان ايه هي، وبعد كده do you drink coffee in the morning؟ why do you drink coffee in the morning؟ ليه بتشرب قهوه في الصباح؟ تمام. طيب لو هسال عن he او she او it من غير ما اقول طبعا حفظته، استخدم does. يبقى اقول why does he drink coffee in the morning؟ why does he drink coffee in the morning؟ ليه هو بيشرب قهوه في الصباح؟ او why does she drink coffee in the morning؟ ليه هي بتشرب قهوه في الصباح؟ حلو جدا يا شباب. ونفس الكلام مع it. ولو هستخدم they او we طبعا انتوا عارفين مش محتاج اكرر تاني، هنا هستخدم do ولا does؟ هستخدم do طبعا. اوكي very good. طيب يا شباب يبقى كده عرفنا تكوين الجمله الافيرماتيف اللي هو تكوين الجمله المثبته، والنيجاتيف اللي هو النفي، وعرفنا تكوين السؤال سواء yes or no question او اللي هو السؤال العادي. طيب كده عايزين نعرف
الزمن ده باقدر أستخدمه إمتى؟ يعني إحنا عرفنا كل حاجة عنه، طب أستخدمه إمتى؟ أكيد ليه استخدامات معيّنة، طبعًا ليه استخدامات معيّنة، إيه هي؟ طيب خلّيني أقول لك أول حاجة أو السبب الأساسي لاستخدام الزمن ده هو مع الhabits العادات أو الroutine العادات أو الroutine اللي بتعمله، حاجة بتعملها بس مش بتعملها دلوقتي، لأ، أنت بتعملها كعادة، زي برضه نفس المثال اللي قُلناه I drink coffee in the morning دي معناها اللي هيسمع الجملة دي هيفهم إيه؟ هيفهم إن دي عادة عندك بتعملها كل يوم الصبح، أمّا أقول لك I run every day أنا باجري كل يوم أو بامارس رياضة الجري كل يوم، دي كده معناها إن أنت ده روتين أو عادة عندك بتعملها، تمام. I get up early every day I get up early every day أنا كل يوم باصحى بدري، طيب يبقى كده ده بنستخدمه مع العادات أو الروتين، وبرضه ممكن أستخدمه مع الحقائق العلمية، يعني إيه الحقائق العلمية؟ لما أجي أقول لك مثلًا water boils at 100 degrees Celsius water boils at 100 degrees Celsius يعني المَيّة بتغلي عند درجة حرارة 100 دي حقيقة علمية والّا مش حقيقة علمية؟ water boils وخلّي بالك من الS اللي أنا حاططها هنا at 100 degrees Celsius يعني المَيّة بتغلي عند درجة حرارة 100 مئوية. هنا دي حقيقة علمية، فاستخدمنا هنا إيه؟ استخدمنا هنا الpresent simple أو المضارع البسيط، كويس جدًا. طيب هنا حطينا اس طبعًا عشان water إحنا بنتكلم على حاجة غير عاقل. طيب كويس جدًا، يبقى كده قلنا بنستخدمه مع الروتين أو العادات أو بنستخدمه مع الحقائق العلمية. طيب يا مستر باستخدمه مع إيه تاني؟ باستخدم الpresent simple مع المواعيد الزمنية الثابتة، وفي الأغلب بتبقى مواعيد رسمية زي إيه مثلًا؟ زي مواعيد القطارات، زي مواعيد طيارات، مواعيد الأوتوبيس، مواعيد الحصص، مواعيد الامتحانات، كل الحاجات دي باستخدم معاها الpresent simple يعني مثلًا لمّا أقول لك The train leaves at 7 PM. The train leaves at 7 PM. يعني القطر هيغادر أو هيمشي الساعة 7. هنا استخدمت إيه؟ استخدمت present simple وحطيت هنا s. هي دي استخدامات الpresent simple اللي علينا. قلنا أول حاجة مع الروتين أو العادات، تاني حاجة مع الحقائق العلمية، تالت حاجة مع المواعيد زي مثلًا القطارات أو الطائرات أو مناسبات مثلًا، أو برضه بنستخدمه مع الامتحانات والحصص ومواعيد العمل والبرامج التلفزيونية. طيب حلو جدًا لحد كده. أظن كده إحنا غطينا كل حاجة تتعلق بالpresent simple فاضل بس نحل عليه كام question كده أو كام سؤال عشان نثبت المعلومات، وطبعًا مش محتاج أقول لك قبل ما نبدأ في الحل لازم تكون مذاكر علشان لما تيجي تحل تبقى بتطبق على اللي أنت ذاكرته، فطبعًا خد وقتك خالص واتفرج على الفيديو مرة و2 و3 براحتك، وبعد كده جيب الدقيقة دي عشان نقدر نحل مع بعض. طيب يا شباب خلينا نبدأ بأول سؤال معانا، لو جيت قلت لك do you ونقط space football do you نقط في بين قوسين زي ما انت شايف كده likes. طيب هنا هتبقى ايه التعديل بتاعها؟ احنا هنا الكلمة او الفعل اللي بين قوسين ده عايز احطه بصورة صحيحة في الجملة بحيث تبقى مبنية صح. طيب do you ونقط وبين قوسين likes football انت بتحب كرة القدم، عايز اسأله هل انت بتحب كرة القدم؟ طيب هتبقى ايه؟ انا هنا بتكلم عن ايه؟ you فطبعا مفيش اس هضيفها خالص، وحتى لو بتكلم عن هي او شيء او ات وبسأل بدز برضه مفيش اس، فالاجابة هتبقى like. يبقى do you like football؟ كويس جدا. طيب تاني سؤال معانا، لو جيت قلت لك the train بعد كده نقط وبين قوسين arrive at 7 p.m. لسه واخدينها من شوية. the train بين قوسين كده arrive at 7 p.m. طيب التصحيح بتاعها هيبقى ايه؟ طبعا هيبقى arrives the train فتبقى arrives ضفنا s للفعل. طيب حلو. طيب نمبر 3 معانا، لما اجي اقول لك what time وبين قوسين do the first lesson start what time do بين قوسين the first lesson start يعني عايز اسأل امتى الدرس الأول هيبدأ، امتى الدرس الأول هيبدأ. طب هنا احنا قلنا what time do أنا بتكلم what time بتكلم على إيه؟ الفيرست listen ده إيه؟ singular. طب هستخدم معاه إيه؟ does طبعا هتبقى التصحيح بتاعها what time does the first lesson start. جميل جدا. طيب last question آخر سؤال معانا، لما أقول my friend and I my friend and I صاحبي وأنا أو صديقي وأنا not we go ده بين قوسين out on Saturday ما بنخرجش، عايز اقول ما بنخرجش يوم السبت، انا وصاحبي مش بنخرج يوم السبت. طيب حاطط لك بين قوسين not we go يعني عايز اقول ايه؟ ما بنروحش او ما بنخرجش، هقولها ازاي؟ طبعا don't go
don't go. ليه don't go؟ لأن باتكلم عن جمع اللي هو أنا وصديقي أو صديقي وأنا، إحنا هنا 2 يعني باتكلم عن جمع. فmy friend and I don't go out on Saturday. ما بنخرجش برّه يوم السبت. طيب يا شباب لحد كده يبقى إحنا الحمد لله خلصنا كل حاجة تتعلق بالpresent simple المضارع البسيط المخصصة ليك أو المقررة عليك، وبإذن الله انتظروني في فيديوهات جديدة جاية علشان نراجع ونحل مع بعض ونشرح باقي المنهج. شكرًا جدًا ليكم وأتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.